قبل أي حاجة صلوا على النبي ويلا نبدأ. المصريين القدماء ما كانوش بيبصوا للنجوم عشان يتأملوا بجمالها بس، دول كانوا عاملين لستة بكل نجمة رايحة فين وجاية منين، وعشان يعرفوا الوقت بالليل والشمس غايبة اخترعوا حاجة اسمها الساعات النجمية، وكانوا بيراقبوا حركة مجموعات معينة من النجوم في السماء، وعارفين إن كل نجمة لما توصل لنقطة معينة يبقى فات ساعة، يعني كان عندهم ساعة يد بس في السماء. الفراعنة كانوا عارفين إن الأرض كروية أو على الأقل بتلف في مدارات، وكان عندهم جهاز اسمه مريخت، وده يعتبر أقدم أداة فلكية في العالم لرصد أماكن النجوم بالليل بدقة متناهية. المصري القديم ما كانش عنده تلسكوب، بس بعينه المجردة قدر يرصد 5 كواكب وسماهم أسامي روشة جدا، زي المريخ سموه حور الأحمر، وده طبعا علشان لونه. المشتري سموه حور اللي بيحدد الأرضين. زحل سموه حور سور السماء. والزهرة وعطارد كانوا دايما بيرسموهم قريبين من الشمس. ولو دخلت مقابر زي مقبرة سيتي الأول أو سين الموت هتلاقي السقف عبارة عن لوحة فلكية مرسوم عليها الأبراج والنجوم والمجموعات الشمسية. وبس كده، متنسوش تصلوا على النبي، تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة.